السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم جميعا متابعين قناتي يوميات وحكايات فلسطينية. شكرا لكل حد دعم القناة ووقف جنبي ونشر الفيديوهات. شكرا لكم جميعا. اليوم إن شاء الله رح نعمل معكم طبيخ أو طبخة سلق، عبارة عن نبات شبه السبانخ. مش دايما بكون موجود لكن الحمد لله توفر. حبينا نعمل منه أكلة من زمان ما عملناها. بنحاول نرتب الورق. ايش تعمل يا جوري؟ شاطرة جوري، تساعدني وتعمل معي صح؟ طبعا بعمل هيك مجموعة مجموعة عشان اقدر ايش افرمهم فرم ناعم. ماشي. طبعا بنعمل السلق عبارة عن حزم هيك صغيرة عشان نقدر نخرط ونفرم الاشياء ناعمة. طبعا الحاجة بتساعدني في تفريم السلق عشان اقدر اصور انا. طبعا جوري لازم ضروري جدا جوري تساعدنا وتضلها قاعدة عنا. جوري يا جماعة بنت اختي. وهيك بنفرم اول حزمة، عملناها تجهيزا لانه نغسلها ونجهزها لانه نعملها اكلة سلق. طبعا يا جماعة انتوا عارفين انه احنا عائلة مش كبيرة، لكن ما شاء الله ابوي جايب بده يوزع، شكله بده يعمل يوم تكية سلق. من زمان من زمان الناس ما اكلت اكل خضراء، وطبعا الاغلب المدرسة عايشة على التكية. فبحكي له ليش جايب هذه الكمية، بقول لي يلا بنعملها بنوزع للحبايب. اللي حابب يا جماعة اليوم يجي ياخذ من عندنا صحن مرحبا به. يعني نظرا لقلة الإمكانيات فإحنا كل ما نخرط أو نفرم جزء بسيط رح أنقله هان عشان تاخد راحتها وهي تفرم. هيك خلصنا تفريم كل الكمية، رح نبدأ نغسلها إن شاء الله. وهيك أبدأ في مرحلة غسيل السلق. حطيته في مية، بدي أبدأ أنقعه شوي وأغسله على كذا مرحلة لحتى ما أحس إنه ضل فيه تراب أو رمل أو أي إشي مش منيح. على مرة أو مرتين بدي أغسله، بعدين أبدأ أطبخه إن شاء الله. هيك غسلتها أول مرة، رح أرجع أضيفها بنفس الصحن وأغسله كمان مرة. رح أرجع أضيف عليه المي. رح نبدأ بالطبخ على النار بإضافة زيت نباتي. نضيف كمية بسيطة ليحمى الزيت. بنضيف حبة بصل وحدة وشوية فلفل أخضر. لما يدبل البصل بنضل نحرك فيه لحد ما يدبل شوي على النار. النار طبعا بالأول بتكون عالية. بنحاول ندبل البصلة عشان أصلا الطبخة كلها الورق ما بياخد وقت كتير على النار، فإحنا بنشتغل بالأول على نار عالية لحد ما تدبل البصلة. ببدأ أضيف بأوراق أو باللي فرمته الفرم تبع السلق، بضيفه على دفعات شوي شوي وبحرك. هيك بكون ضفت كل الكمية، ببدأ أحرك فيها شوي شوي. بعد ما أحركها طبعا بضيف لها شوية ملح وبحركها. الملح طبعا بيساعد إنه الورق يدبل شوي وتقل الكمية لحتى نقدر نحرك يعني إحنا على النار. بعد هيك بسكر الطنجرة عليها عشان يطلع البخار والأوراق هذه كلها تدبل شوي. طبعا النار زي ما انتم شايفين بتكون عالية، وبضل كل شوي أحرك لحتى ما ينحرق اشي تحت في آخر الطنجرة. بضيف في أول مرحلة ملح وفلفل أسود وقطعة ماجي. ما بكتر ماجي، بس إنه الماجي بيديها شوية طعم لذيذ. بعد ما أضيفهم
بديها تحريكة كمان مرة حتى انه الملح يختلط فيهم كلياتهم، والفلفل الاسود والماجي برضو يدوب. زي ما ملاحظين بالطنجرة بدأ ينزل مي، هذه المي هي مية الثلج، انا ما ضفت مي لحتى الان. برجع بسكر الطنجرة عليهم لحتى ينزل كل المية. بعد ما دبل بضيف له كمية المية المناسبة لحتى يبدأ انه يستوي. وبضيف السر في هذه الطبخة حبات توم او اسنان توم صغيرة، 3 4 قد ما بدك، بتقشريهم وبتضيفيهم كاملين زي ما هم. بعد هيك بنسكر الطنجرة وبنسيبها تغلي على النار عالية زي ما انتو شايفين. يا رب ان شاء الله يجيرنا من نار جهنم يا رب. النار بدت تغلي والطبخة بدت تغلي. بعد ما يستوي شوي في نص المرحلة بضيف كبشة او كمشة رز. الرز يا جماعة هان اشي مش اساسي، لكن انا بحس انه اضافة بتحاول تدي تماسك للطبخة. الإضافة التانية بنضيف علبة حمص مسلوق، طبعا هذه المساعدات بناخدها من المساعدات، هذه العلب بنضيفها للطبخة وبنديها تحريكة، وبنرجع نغطي الطنجرة لحد ما تستوي. هيك طبعا المراحل الأخيرة بتكون إنه الطبخة اتسبكت وصارت تمام جاهزة. وبعد هيك سكبناها وحطينا جنبها فلفل أحمر غزاوي، طبعا الغزاز عنا إشي أساسي الفلفل، وشوية مخلل للي بيحبوا المخلل. الأكل كتير لذيذ ومفيد يا جماعة. ادعوا لنا ربنا ينصرنا إن شاء الله، ربنا إن شاء الله ينصرنا ويثبتنا بإذن الله. يا جماعة كل الدعاء لأهل غزة، كل الدعم، وقفتكم ضرورية كتير معانا، لازم تقفوا معانا لأنه إحنا بجد محتاجين وقفتكم معنا. شكرا إلكم.